نرجع سريعا مرة تانية برضو مع زميلنا كريم أحمد ولقاء مع علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي. نجم نجوم النادي الاهلي، وهقول له زي ما جمهور النادي الاهلي بيقول يعني انا ساعدنا علي معلول. عندنا دموع غاليه جدا يا علي على كل جمهور النادي الاهلي وعلى كل محب للنادي الاهلي، لان انت الحقيقه واحد من الشخصيات العظيمه اللي دخلت النادي الاهلي. مجهودك باين، اصرارك باين. حابب تقولي الاول على البطوله الغاليه جدا جدا دي علي بالنسبه لك؟ مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، خصوصا ممكن نكون عشت اسبوع صعيب شويه، خصوصا بعد شويه التصريحات اللي انا كنت مقصر في المقابله الاولى، اللي انا كنت سبب من الهدف اللي تقبلناه. لكن الحمد لله كان فما كلام اللاعبين كانوا مديني ثقه كبيره انه يكون الهدف اللي باش نسجلوه هنا في المغرب من قدم نتاعي. الحمد لله اليوم بطوله غاليه من كازابلانكا، خصوصا بعد ما خسرنا البطوله السنه اللي فاتت، لكن الروح الفريق والاصرار والعزيمه انه ننتصروا. الحمد لله بطوله غاليه تنضاف لدولاب النادي الاهلي وللمجموعه هذه اللي قاعده تعمل في انجازات كبيره برشا. ان شاء الله القادم افضل. مبروك للنادي الاهلي مره اخرى للتتويج. ان شاء الله توا نطيو الصفحه هذه ونركزوا ان شاء الله على الدوري، نحاولوا نحسموا الدوري في اقرب وقت باش ان شاء الله ناخذوا العام السنه لكل البطولات الممكنه ان شاء الله. كريم كلمك ولا لسه؟ كلمته اكيد كان متوقع انه اليوم باش ننتصروا. الحمد لله بطوله غاليه جدا، خصوصا هنا في المغرب. كنا شفنا انه فريق الوداد كان متاكد انه هو باش ينتصر، لكن الحمد لله خبره اللاعبين. اقسم بالله احسن باك ليفت في طبعا اقسم بالله. مبروك يا لولو، مبروك يا حبيبي. الحمد لله الف مبروك للناس. حبيب جمهور حبيبي، مبروك يا حبيبي. مجموعتنا روح ممتازه ما بين اللاعبين الكل، الناس كل نعيشوا كعائله واحده، وهذا سر تفوق المجموعه هذه. وان شاء الله ديما موجودين على منصات التتويج ان شاء الله. الله يبارك فيك.